السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ازاي الحال؟ اتمنى تكونوا كويسين. معانا دلوقتي ده اول فيديو، تمام، في السلسلة الجديدة، سلسلة المين. ان شاء الله هنزل لها قوائم تشغيل جديدة. هيبقى في سلسلتين، واحدة لهانزو، تمام. انا قلت في الفيديو اللي فات ان هانزو ممكن يكون واحد من ابطال المين اللي انا اختارهم، وهو فعلا انا حسيت ان هانزو هيكون كويس جدا فاخترته. والمين التاني هو سايكلوبس. النهارده هينزل ان شاء الله فيديوهين، الفيديو ده وفيديو بتاع سايكلوبس. فاحنا لو انت مهتم بهانزو او مهتم بسايكلوبس، فالسلسله دي هتعجبك جدا، واحنا هنركز فيهم. يعني احنا مش بالاسبوع الواحد هننشر فيديوهات كتير عن هانزو وعن سايكلوبس، وهنركز عليهم في النشر، تمام. والكلام ده بيخص بالذات الفيديوهات الطويله، يعني الشورتس لا، عادي شورتس هنشر عن كل الابطال عادي. الفيديوهات الطويله اغلبها، مش كلها، مش بنسبه 100%، بس الاغلبيه هيكون عن هانزو وسايكلوبس بالتساوي، تمام. وانا منزل فيديوهين طوال عن هانزو وسايكلوبس. قبل ما اعمل السلسله هضيفهم برضو للسلسله عشان ايه تكون شامله كل الفيديوهات بتاعتهم، تمام. بس ده اول فيديو بعد عمل السلسله، يعني فيديو الهانزو وفيديو سايكلوبس قبل كده كانوا قبل عمل السلسله، تمام. ده طبعا على حسب تصويتكم، انتوا صوتوا، انما الاغلبيه اختاروا ان هانزو هو مش هانزو، اختاروا ان المين بدل هيروات مختلفه، تمام. السلسله دي هدفها ان انت تتعلم هانزو، تحترفوا البلدات، تفكر بيه ازاي، وهكذا يعني، تمام. باختصار لو انت عايز تحترف هانزو ان شاء الله، ان شاء الله يعني باذن الله، فالسلسله دي تكون مفيده ليك. وبرضه نفس الكلام بالنسبه لسلسله ايه، سايكلوبس. قبل كده لما الفيديو يبدا ما تنساش تشترك، مش عايزك تشرفنا. الفيديوهات اللي جايه جامده، افكار كتير. لو الفيديو عجبك دوس اللايك، ده بيساعد في نشر الفيديو جدا عشان غيرك يستفيد. وصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب، تترطب كده لسانك، تاخد حسنات، مفيش احسن من كده والله. يا الله يا كريم. طبعا انا بادئ الفيديو، انا بحبش ابدا الفيديو من الاختيارات، تمام. بحب ابدا على طول من الجيم، لكن عشان بس شويه كلام اللي انا عايز اقوله ان شاء الله بعد كده هنبدا على طول من الجيم، عشان بس ايه، مش عايزين نضيع وقت كتير في الكلام، وانت ممكن تزهق مني. انا عن نفسي اصلا ما بحبش، يعني الاختيارات مش مهم الا لو فيها مثلا نصيحه او كده، او اختيار عكس اختيار، حاجه يعني مهمه هقولها في الاختيار نفسه. لكن غير كده انا بحب ابدا الفيديو لما اجي اتفرج انا مثلا، شخصيا يعني لما اجي اتفرج على الفيديوهات الجيم بلاي، بحب ابدا الفيديو من اللحظه دي، من لحظه بدء اللعب. طبعا هانزو، انا سايب لك البيلد بره على الصوره المصغره. هانزو بيلد سيمي تانك اسطوري، والفيديو ده هيوريك ميزه او الفايده من هانزو بيلد سيمي تانك، تمام، من ناحيه تحمل ضرر يعني. والميزه في البيلد دي ان هي بتخليك ليت. كل ما الدور يطول، كل ما دمجك يزداد، كل ما متانتك تزداد. طبعا هنا ببدأ بالبلو، تمام. كده ناخد هذا الوحش الصغير. طبعا الوحوش دي خدت بوف، بقت مهمة جدا. يعني زمان كان ممكن الواحد يسيب الوحش ده ويروح على طول للريد، لكن لا، لكن دلوقتي بقى مهم جدا، لازم تاخده، لازم يكون جزء من الروتيشن بتاعتك. هو انا الروتيشن بتاعت الدور ده مش احسن حاجه يعني كجانجلر. يعني انت في الروتيشن ما تعتمدش على الروتيشن اللي انا عاملها دي، تمام. ده مش هتنفع قوي غير لهانزو يعني، وحتى دي مش الروتيشن التقليديه بتاعتي بهانزو اصلا. طبعا احنا جفنا فيرست بلاد. انا طبعا بدات هنا بالريد عشان بس ايه، اخده بسرعه بالفيرست، كان نروح على طول على الوحش اللي جنبه. عمنا سايبر، هو هنا سايبر رومر، سايبر هنا رومر، تمام. طبعا سايبر رومر بيشكل اولا، اصلا دخول سايبر اذا كان رومر او جانجلر او اي حاجه بيسبب للاعبين هانزو مشكله. لكن بالبيلد دي انت مش هتخاف من سايبر خالص، وهتشوفه على مدار الدور. يعني سايبر مش هيبقى عامل مشكله، ولا جوشن ولا الكلام ده. طبعا انت كلاعب هانزو لازم يكون في عقليتك حاجه اساسيه، ان انت شعار كده ترفعه: سيف. سيف حرفيا، لازم تكون سيف اغلب الوقت، خصوصا في الايرلي جيم. هنا طبعا دخلنا الراجل يعني مقدم بزياده، تمام. وفي تيرتل. انا هنا بلو مجمعه على تيرتل، تمام. اخد بس البلو، بعد كده ايه، هروح معاهم على فايت على التيرتل.
هنا زيتيان دست الالتيميت تمام. هنا بعدت، يعني في اللحظه اللي انا جيت فيها بعدت عشان الترتل ترجع، بتفهم صراحه. دخلنا هنا على بالموند. برضه انا مش يعني هنا اللعب الاجريسيف ما شاء الله، يعني لو كان الراجل رجع شويه كان قشطه. طبعا هنا جوشن داس الريتري مستعجل جدا، ما هو طبيعي لانه خايف من ان الترتل تضيع. حاول يسرقها، اوكي محاوله صراحه كويسه، ولكن كان لو صبر اكتر كان هيسرقها مني. المهم مسكوا نافاريا. انا هنا ما كنتش عايز اضيع الفيرست عشان الريد بوف يعني كان موجود فاخده هو بالفيرست. بس انا حاليا كده وانا بكلمك على الفيديو، لان الصورة والصوره مش مع بعض، يعني انا دلوقتي بسجل، انا لعبت خلاص الفيديو، بفكر فيها، حاسس ان انا كنت عايز ادوس الفيرست عادي. كنت ادوس الفيرست بعد كده اجي على الوحش اللي هو على الجنب ده اخده، بعد كده عقبال لما اجي للريد بوف تاني اكون برضو الفيرست اشتغلت. فاهمين قصدي؟ بس مش مشكله يعني، مش مشكله، غلطه بسيطه. طبعا هنا من برضو البيلد دي كجنجلر انت بطيء نسبيا. لولا الفيرست اللي معاك كانت البيلد دي على فكره مش هتنفع. لولا الفيرست اللي مع هانزو اللي بتخليه ياخد الوحوش بسرعه تمام، ما كانتش البيلد دي هتنفع، لانه كان هيجنجل ببطء شديد يعني. طبعا نصيحه مني، ما تعملش التيميت في المكان ده تمام، دي غلطه مني، لانك بتكون قريب منهم نسبيا. حاول تعمله ورا حيطه او في تحت التاور اهو. هنا جوشن طبعا كان عايز يجيبني، نافاريا جابتني بالسكند وجوشن جابني يعني. اوكي ليه مكاني سيء جدا. خفرع حاول يعمل اللي عليه، حاول ينقذني، لكن الصراحه دي كانت غلطتي يعني، دي كانت غلطتي انا. اوكي هنا جوشن قتل زيتيان. والواضح ان زيتيان كان ماشي لوحده تمام. اوكي طبعا النتيجه متقاربه. ما شاركتش للاسف في الكليه دي تمام، يعني انا فكرت ان انا جبتها، لكن لا انا اصلا ما شاركتش فيها. هو ماتت في اللحظه اللي قبل ما ندخل فيها على طول. المهم طبعا اول لما حزام الرعد تجيبه بيبدا حرفيا الشغل. تبدا تركز ان انت تعمل التيميت، حتى لو يعني مش هتستفاد منه غير بس ان انت تجمع استكات من حزام الرعد. طبعا هنا انا دخلت على جوشن ليه نقتله او نبعده، خلاص الترتل هناخدها على راحتنا تمام. لازم تكون مركز انت مع النقطه دي. هنا قتلناه كمان، خصوصا لو انت التانك. لو الجانجلر بتاع التيم فايت التيم الاعداء انت بعته او قتلته، خلاص الجانجلر بتاعك هياخد الترتل على راحته. المهم نتيجتنا يعني مش احسن حاجه، 0-1-3. بنلعب على هادي خالص. نوفاريا سرقتها بالسكند. اوكي طبعا هنا بالموند مقدم جدا يعني. روبي المفروض يعني ما يسيبش اللين بالشكل ده تمام. طبعا هنا مش هدفي ان انا اقتل بالموند، انا هدفي بس ابعده شويه من على التاور، وفي نفس الوقت اقعد استك عليه. انا عمال بديله كده عشان اقعد استك عليه، بس انا ايه لقيته قرب، قلت لا خلاص ارجع. لان طبعا لو تنتني انا في فايته وقعدت فايته هيقتلني يعني. طبعا هنا ناخدها بالفيرست، وهي احسن حاجه في هانزو الفيرست بتاعته. احسن حاجه في هانزو الفيرست بتاعه هو حاله العاديه يعني. طبعا هنا برضه بعمل ايه، بستك عليه، عمال بستك عليه. طبعا هنا جوجي كان عامل عليا الفيرست، كان ممكن يجي لي، لكن انا كنت عارف ان هو بعيد اصلا. يعني حتى لو هو هيجي لي فالمسافه ما بيني انا وهو بعيده، وانا هكبرها بس. بس لازم تكون واخد بالك من النقطه دي، لان انت ممكن ترجع يروح هو جاي فيك خلاص هتموت اكيد يعني يقتلك تمام. طبعا النتيجه متقاربه. سايبر هنا عايز يعني يعمل عليا الالتيميت، عمل فليكر. يعني ليه عمل فليكر معرفش. انا عملت عليه الريتري ما يهربش تمام. طبعا انا عارف ان ميه هتهرب في خط مستقيم. ايه الهدف من كده اقتلها؟ لا الهدف ان انا استك عليها. طبعا انا رجعت كان لسه في وقت في الوحش، لكن انا رجعت قلت ليه عشان ما تدينيش استن وتقتل الوحش. لو قتلت الوحش الكول داون بتاعك هيزداد، ودي مشكله، فبلاش ملهاش لازمه يعني. لازم برضو تكون واخد بالك كده يعني، وحشك يموت كول داون يزداد، فانت قبل ما تموت على طول ارجع. طبعا هنا جوشن عمل الالتيميت، يعني ما اعرفش، ما كنتش حاسس قوي ان هي فيها التيميت يعني تمام. الترتل تمام. كنا ممكن نسيبها لورد عادي، لكن انا قلت ايه، قلت يا عم عادي يا عم، احنا محتاجين اي حاجه نفرم بيها. طبعا هنا سايبر رفعني بالالتيميت،
عامل يعني فاكر ان هو هيقتلني كده، ولكن انا جايب لك دروع فما عنديش مشكله. عشان كده قلت لك البيلد دي يا جماعه ممتازه، وكمان قتلته يعني مش بس ما موتش قتلته. فالبيلد دي ممتازه وفي نفس الوقت بتسبب دمج حلو، بس في الليل بقى لازم تكون صبور. هنا برضو بالمونت عمل كل حاجه تمام. ما فيش انا برضو هنا استغليت ان هو دخل تحت التاور. يا جماعه ما تدخلوش ناحيه تحت التاور وانتم مش متاكدين ان انتوا هتقتلوا العدو تمام. قتلته برضو. اللي خلاني ما اموتش منه البيلد التانكيه او السيمي تانك. انا في الاول ببدا برضو بالجزء التانكي، عشان في ناس ممكن تقول لك طب انت بتبدا بالجزء التانكي ولا بتبدا بالجزء الدمج؟ انا ببدا بالجزء التانكي الاول، عشان اهم حاجه لما تنم عشان تجمع استكات في حزام الرعد. ما دام طول ما حزام الرعد جزء من بيلدك ابدا بيه الاول تمام. دي نصيحه مني يعني. الدمج هيجي عاجلا ام اجلا، فانت ما تستعجلش وتبدا بالدمج تمام. خصوصا ان هانزو على فكره من غير الدروع بيبقى شخصيه سكوشي جدا، يعني هيموت بسرعه. يعني انا سايبر الالتيميت الرفعه اللي عملها لي دي، لو انا ما كنتش جايب درع كانت هتقتلني وش مستحيل كنت اهرب منها. المهم النتيجه بدات تظبط. 2 1 4 11 6 لينا. الدنيا كويسه، التيم شغال كويس. هنا اصلا هانزو ميزته ان هو يكاري التيم لو هو بايظ، لكن هنا التيم شغال كويس فا اوكي يعني هم مش محتاجيني قوي تمام. داخلين على تيم فايت. طبعا هنا سايبر. الهدف ايه؟ الهدف مش ان انا اقتله، الهدف ان انا استاك بس يا باشا. انا كده مشيت، انا راضي. لازم تحط في دماغك الهدف ان انت تستاك، ولكن مش اي كلام. يعني انت ممكن تستاك تمام وتموت ويجوا يقتلوك، يقتلوا النسخه الاصليه. فهو مش اي عبط برضه. طبعا هو هنا عمل فليكر، انا عملت عليه ريتري. المره دي انا كنت بحاول اقتله، ضغطت عليه. هنا انا قلت ارجع ممكن يكون معاه التيميت، بعد كده قلت لا خلاص ده هو يعني بيحاول يهرب وزيتيان جابته. غلطة يعني، كان المفروض يعني واضح يعني ان انت هتستخبى هنا، واضح اوي. المهم خلينا نرجع تاني في الدور. الدور جميل، الدنيا لذيذة. طبعا انا هنا شايف جوشن كان مستني بستك عليه. طبعا هنا كلهم مستنين ان انا اجي، لكن لازم تبقى مركز في الميني ماب وانت بتلعب بهانزو. يعني كلهم كانوا هنا مستنيين ان انا انزل ويقتلوني، ولكن يا جماعه انا مش عبيط يعني. انا اكيد هخلي الجسم هو اللي يجلي تمام. فانت لازم تكون مركز في الميني ماب. لو انا مش مركز في الميني ماب كنت هرجع عادي وكانوا هيقتلوني. دي حاجه مهمه. في ابطال عندهم المين ماب مهمه جدا زي جونسون، شافير، هانزو وغيرهم تمام. ولوي مثلا لما هتبقى عايزه تنتقل بالالتيميت. طبعا هنا التيم بيفايت عدده اقل، انا مش فاهم في ايه يعني. يا جماعه ارجعوا. دايما لو انت مع تيم وفي فايت شوف عددكم قد ايه وعددهم قد ايه. لو عددكم اقل ما تخشش فايت، حتى لو انتوا اقوى ما تخشش فايت. لو هم دخلوا فيكم انت بقى مكمبرين وهم دخلوا ماشي، لكن انتوا تبداوا فايت وانتوا عددكم اقل لا، لان غالبا انتوا كده هتخسروا. ببساطه الموضوع عدد يعني، انتوا عددكم اقل منطقي يعني فاهم. مش دايما انا بقوله غالبا، عشان في ناس هتقول لي طب ما احنا لو مفايدين ومش عارف ايه طبعا هنا سايبر برضو تاني. بحس ان هو ايه يعني لما يدخل في البوش بيحسب نفسه ان هو بيختفي. يعني يا ابني احنا مش شايفينك يا ابني، انت ظاهر على الماب. المهم طبعا سايبر روم اختيار سيء جدا دلوقتي. سايبر واخد بوف وسايبر دلوقتي جامد، لكن في الخبرة وفي الجانجلر، لكن مش في التجوال. المهم طبعا هنا بنضغط على بالموند. لا خلاص ملوش مكان تمام. حاول نجيب جوشن وحتى هنستك عليه. انا هنا حسيت ان انا ان هو يقتل الوحش فقلت لا، وفعلا تيمي جابه. ميزة هانزو ان هو طول ما هو قريب من اي بوف هياخده بسهوله وهيهيل. طبعا هنا انا بقول للتيم يا جماعه ارجعوا، انا خلاص رايح. يا جماعه ارجعوا انا خلاص رايح. زيتيان ما فيش فايده تمام. يعني وصل بعد كده رجع. طب يا جدعان ما انا بقول لكم يعني يا جدعان لازم تبقى مركز. اللي معاك بيقول ايه هنا؟ طبعا رفعني، كان عايز يرفع من لسه لكنه رفعني. زي ما انت شفت تقريبا ده مش تلت الهيل بتاعي او كده. البيلد دي يا جماعه بتحميك من حاجه زي كده، من سايبر، من جوشن، من هارلي، الغدارات دي، من ناتاليا كمان. فاهم قصدي؟ ف وهي سيمي تانك يعني هتدمج. مش في ناس مثلا بتقولك طب انا ماشي يا عم انا اوكي جايب دروع وكل حاجه بس الدمج لا، هتدمج، هتطلع دمج محترم. اوكي
طبعا هنا بس الواحد بيهيل. تمام. نتيجة كويسة 2-1-9. بنضغط على التيم. وخلي بالك في برضو ميزة ان انت الحركة اللي انا بعملها دي، غير ان انا بجمع استكات، في ميزة بخليهم يضيعوا فليكر، اللي يضيع فليكر، اللي يضيع التيميت، اللي يضيع داش. وده يخلي التيم بتاعك، لو التيم بتاعك مركز في النقطة دي، يخليه يعني هو مثلا هو تقريبا جوشن ضيع، انا مش فاكر هو ضيع التيميت ولا لا، بس هو ضيع جزء من حاجة تمام من مهارة وانا بعمل الوحش، فيبقى فريسة سهل. طبعا هنا انا بضغط على ناتاليا، على نوفاريا انا اسف. عملت فليكر، اوكي ماشي نهيل. هتلاقي بص الالتيميت بيحمل في 8 ثواني تقريبا. تمام. اللي هو يا دوبك يعني. يلا تاني اهو على نوفاريا، بس المره دي انا مدرك ان هي معهاش فليكر، خلاص بس كده، بس كده الموضوع انتهى. تمام. فده برضو زي ما انا قلت لك ميزه ان انت تقعد تعمل الالتيميت، ان انت كمان بتضيع الفليكر، السبيل، الامبلم، بتضيع كل الحاجات اللي مع الايه، مع التيم التاني. طبعا هنا انا شايف ان بالمود هيقتلني، نبعد عنه شويه، نهجم عليه بالالتيميت. تمام. نهجم عليه بالالتيميت، نقعد نستك عليه. طبعا هنا انا بدوس الفيرست ليه من غير ما اجمع استكات عليها. طبعا لما اجمع استكات على الفيرست دمجك بيزداد، لكن انا بدوس الفيرست عشان استاك عليه من حزام الرعد. يا جماعه اهم حاجه فعلا لما تكون جايب حزام الرعد ان انت تستاك بيها. يعني الماده دي يا جماعه قسما بالله جامده، وانا خايف ان هي تاخد نيرف. هي اصلا كانت اجمد من كده زمان على فكره، كان حتى الرامي والميد بيجيبوها، بس هي خدت نيرف. والرامي والميد ما بقاش يقدر، يعني لما يجيبها هتستفيد بنص قوتها، فطبعا كانت معده سيئه جدا ليهم. المهم، طبعا هنا دي غلطه كبيره جدا مني، ان انا هنا ماشي لوحدي مستني اي حد يجي، وانا والتيم بتاعي على فكره على الناحيه التانية. يعني التيم بتاعي لو تلاحظ كله على الناحيه اقرب واحد ليا، خفرع بص فين. انا قلت هاجم على مايا. تمام. نعمل عليها. رجعت اتفاجئت بقى بجوشن، اتفاجئت بسايبر، خلاص. وهنا كان تيمي يعني قتلهم. تمام. وكان الدور خلاص خلص، يعني في اثناء الموتة، يعني كان خلاص، كان تيمي بيخلص الدور. يعني انا هنا هتلاقي تيمي اصلا خلاص هناك. فاهم. كنت بحاول الحقهم يعني، بس الرجاله صراحه انا بقول لك التيم فايق يعني، في عاش. تمام. دايما لما تبقى ماشي لوحدك لازم تكون مدرك ان انت مادام مش شايف الاعداء ما تهجمش. دي غلطه انا لسه عاملها في الدور، لسه عاملها. ركز ارجوك عشان الدور يعدي بخير، وعشان ما تموتش كتير. تمام. طبعا النتيجه التيم كويس جدا لسه، يعني كان ما كانش وحش برضو، بس ماشي اوكي مقبول. تمام. فاتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الدور ده. ان شاء الله هننزل فيديوهات اكتر واكتر عن هانزو، وهنعمل ان شاء الله سلسله عليه في المين. تمام. فلو لسه ما اشتركتوش في القناه اشترك، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو عجبك الفيديو دوس زر اللايك عشان ده بيدعمنا جدا ان احنا ننزل فيديوهات اكتر واكتر. وصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.